يا نور، تعالى يابا. ايه عملت الغدا؟ الحمد لله على السلامة. عملت الغدا. عملت ايه النهارده؟ مفيش، رحت جبت الهدوم للولا وجيت عملت الغدا. اهو مشوار هدوم الولد ده اللي مش كان له لازمه. انا ابن اخويا فوق واخويا غلبان على جد حاله، مش معاه فلوس، العيال هيبصوا لبعضيهم. انا مش عارفه سمعت كلامك ليه، ما كنت استنيت شويه كنت جيب الطقمين، لا ده واحد ولا ده واحد. ايه يا حماده، في ايه يا حماده؟ هو حد غلبان النهارده؟ شايل هم ابن اخوك عايز تجيب له طقم؟ يا اخويا بدل ما تفكر في ابن اخوك فكر في ابنك، هات له بنطلون وترنج غيره بدل قدام اللي هو جابه. والله يا نور انت عندك حاجه، بس انا بتكلم دلوقتي لو ابن اخويا شاف الطقم على ابني دلوقتي وشاف الهدوم على ابنك هيعملوا ايه دلوقتي؟ يا بنتي عيال وبيبصوا لبعض، الكبار ما لهمش ذنب، احنا بنتكلم في العيال. انا ما اعرفش ايه، ما كنت استنيت شويه كنت جبت لده واحد ولده واحد بدل ما اطلع جله كده في نظر اخويا. انت شايف انا ده الصح يعني؟ حماده بقول لك ايه، مش تشيلنا همنا والنبي وتشيلنا هم ابن اخوك. ابن اخوك يا اخويا مش غلبان، اهو ابوه يجيب له. انت شايفه كده يعني؟ ايوه شايفه كده، هتشيلنا هم اخوك ليه؟ طيب خلاص هعمل لك الاكل. لا ما تعمليش اكل، انا تعبان ظهري وجعني جوه، هخش بس كده على السرير زي ما انا بهدومي، هفرد ظهري بس كده عشان هموت من التعب. خلاص ماشي. خلاص. ماشي يابا. خير يا رب. مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ مين؟ أنا يا نور. تعالي يا سهام. ازيك يا نور يا سلفتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، والله قلت اما انزل اقعد معاكي شويه. نوري يا حبيبتي. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله. ايه ده اللي انت لابسه دي؟ يلا يا دي الجلابيه قصيره عليك كده وشكلها عر عليك، ايه الخيبه دي؟ ربنا يفرجها على ابويا نور ونجيب له ان شاء الله. ولا ايمن ابنك فين؟ مش هان عن ست. طيب والله ابراهيم كان عايز ينزل يسلم على عمه، قلت له تعالى ننزل. والنبي عمك يا اخويا اجي من الشغل كده تعبان ونام وقال مش حد يصحيني، بس تعالوا اقعدوا اعمل لكم شاي. ماشي حبيبتي. ادخلوا. هجيب لك حاجه بقى يا سهام اوريها لك هتعجبك موت. انا مش عارفه يا ابراهيم اللبس اللي انت لابسه العره ده، شحتها الجلابيه دي ولا جايبها من نداهي؟ ايه يا ماما؟ ايه يا هيم؟ يا مرات عمي عماله تتريق على الجلابيه ليه يا ماما؟ هي وحشه عليا؟ لا يا حبيبي الجلابيه حلوه عليك والله. ما عماله تقول انت شحيتها ومش شحيتها ليه يا ماما؟ معلش يا حبيبي، مرات عمك بتهزر معاك يا ابراهيم، ده بتحبك، ما تزعلش يا حبيبي. ماشي. بابا ربنا يفرجها عليه يا حبيبي ونجيب لك الحلو كله، ما تزعلش بقى. ماشي ماشي يا ماما. اتفرجي بقى يا سهام، هتعرفي سلفتك شاطره ازاي، شوفي واحكمي. منزل بقى النهارده يا سهام جبت شويه حاجات للواد ايمن ابني، حاجات ايه جميله جميله جميله، حاجات كده فخمه جميله. شفتي؟ الله يا نور، ايه الحاجات الحلوه دي يا نور؟ حاجات حلوه ايه يا سهام؟ افردي يا سهام وشوفي يا سهام، شوفي الحاجه عامله ازاي. مبروكين عليه يا نور، يعيش ويدوم. والنبي يا اختي الواد دولابه هيقع من الهدوم، بس قلت برضو انزل اجيب له شويه حاجات جديده كده. عقبالك يا ابراهيم اما تجيب حاجات حلوه زي دي كده. ربنا يفرجها على ابوه ان شاء الله يا نور ونجيب له الحلو كله برضه ان شاء الله يا اختي، لازم البس ابني واخليه احلى الناس. ربنا يخليه لك. هروح بقى اشوف الشاي كده يا سهام. لا لا يا نور، احنا جايين ماشيين. يا بنتي استنى هعمل لك الشاي. لا لا لا، عشان بس مش نتأخر. خلاص ماشي، شرفتي يا سهام. خد يا سهام. حماده علي يا ابو عايز. اخويا عامل ايه؟ كويس الحمد لله. يا لهيم يالا. عامل ايه؟ مش تيجي تحضن انت جاي تقعد معايا شويه؟ حبيبي عسل. ايه يا عم الجلابيه الحلوه النظيفه دي يا عم؟ ازيك يا سهام؟ الحمد لله يا حماده. على اخويا عامل ايه؟ كويس والله الحمد كويس لله. يابا؟ الحمد لله والله. ماشي يا عسل. هات يا نوره، هات الشنطه دي يا ابله، هات الكيسه دي. شفت الهدوم بتاعت ابن عمك؟ يا حبيبي. دي مفاجاه بقى يا عم، دول مش بتوع ابن عمك. شفت انا ضحكت على مرات عمك ازاي؟ دول بتوعك انت يابا. انا جبت لك النهارده وبكره انا هاخد الواد ايمن ابني هروح اجيب له، دي حاجتك انت عاجباك؟ يلا يا عم. ربنا يخليك يا حماده ما تقوليش ويرضيك كده يا يا سلام، رب. احنا اخوات يابا، احنا ربنا اخوات يخلي يابا. لك ابنك يا حبيبي. سلم لي على ابوك، شوف الحاجات دي لو مش عجبتك هاتها وانا ارجعها واجيب لك حاجات احسن منها. سلمي لي على علي والنبي يا سهام. ماشي يا حبيبي. الله يبارك لك يا مرات اخويا يا رب. ايه ده ان شاء الله يا حماده اللي هو انت للدرجه دي مفيش دم؟ يا شيخه ده انا بقول لك الواد ابوه غلبان ما جابش، توري له الحاجات. طب انت ما وريتلوش حاجات، تتريقي على جلابيته. انا ما نمتش يا نور الصاحي وعارف كل حاجه. ليه يا بنت الناس؟ ليه شايله من سلفتك شويه؟ خلصي فيها، العيال ما لهمش ذنب. ده جزات ان انا قدرتك. على فكره يا نوره انا كان معايا اجيب لابن اخويا بس خفت على زعلك. شفتي؟ جيت على ابن اخويا عشان خايف على زعلك، بس بصراحه انا عملت لك جيمه وانت ما تستاهليش. انا خفت على زعلك وانت ما خفتش على زعلي. ما هو لما تعاير عيل صغير بهدوم ابن عمه دي قله اصل. لما الست تشوف الحوجه في عينين ابنها وانت قاعده شوف الجاكيت وشوف البنطلون تبقى دي قله اصل. لما تيجي على الغلبان وتشوفي حالك تبقى دي قله اصل. لما يكون عندك عيال سلفك في نفس البيت وكل يوم عيالك لابسه جديد وانت ما بتتكسفيش دي قله اصل. اللي انت قادره تجيبيه مش كله قادر يجيبه. الله يسترها معاك. بص يا اخويا انا هقول لك كلمتين اتنين بس.
في ست ترفع الراجل قدام اهله، وفي ست تجيبه 7 ارض. خدها نصيحه من اخوك. لو انت عارف ان مراتك كياده، لو انت عارف ان مراتك غلاطه، لو انت عارف ان مراتك مش هتستر، هات لابن اخوك مع ابنك، عشان قسما بالله الناس هتاكل وشك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.